السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. شيء لا يصدق، سعيد بن رحمة يصدم الجميع ويهاجم بالماضي والكرة الجزائرية، ولن تصدق ما حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. برر الناخب الوطني جمال بلماضي خيارته بخصوص القائمة النهائية للقدرة المعنية بالمشاركة في كان 2023، مؤكدا استحالة تغيير تعداده بنسبة 100%. وأوضح بالماضي في ندوته الصحفية حيث قال: لا يمكننا تغيير تعداد المنتخب الوطني بنسبة 100% بناء على القرن التي تجرى كل عامين. كما أضاف: هناك بعض اللاعبين الحاضرين في القائمة الحالية لديهم 4 إلى 5 مشاركات في نهائيات إفريقيا، ما يعتبر مشوار دولي جيد. وتابع بالماضي: نعمل على استمرارية. قائمة لاعبين تتضمن مزيجا بين أصحاب الخبرة والاكتشافات الجديدة. وتحدث سعيد بن رحمة لوسائل إعلام محلية معربا عن أسفه لعدم تواجده في القائمة المستدعاة كان إفريقيا 2024، حيث قال: أنا آسف لعدم تواجدي. أظن أنني أخطأت في المرة السابقة مع مدربي جمال بالماضي، لكن لم أظن أنه سيتم طردي من المنتخب بهذه الطريقة.